زمان عشان خاطر تعمل اي برنامج كنت بتحتاج الالاف من الاكواد، والمبرمج كان هو كل حاجة وهو اللي بيفكر. خطأ صغير في المشروع كان هو اللي بيبوظ المشروع كله. مفيش ادوات مساعدة، المبرمج هو كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. معكم محمد محسن على قناة محترف برمجيات. هنتكلم عن مستقبل البرمجة مع التطور الهائل اللي عمال يحصل للذكاء الصناعي. كنا بنقول ان مفيش ادوات مساعدة ممكن تساعد اي مبرمج، انما دلوقتي بقى عندنا شات جي بي تي وجيميناي ممكن يكتبوا لك دلوقتي الكود في ثواني. ومش بس كده، دول ممكن يطلعوا منه الاخطاء بدل من الانسان، وكل دوت برضك في ثواني. فيجي هنا بقى دور الانسان ويقول انا خايف، هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين؟ هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين؟ والخوف والقلق الشديد اللي بيملأ اي مبرمج. انما الحقيقة ان انت المفروض تتحول من كاتب كود لمفكر استراتيجي يعرف ازاي يستخدم الذكاء الصناعي صح في شغله، ودوت اللي انت هتعرفه معايا في الفيديو ان شاء الله. الذكاء الصناعي مش هيعرف يعمل كل حاجة لوحده، هنفضل محتاجين للعقل البشري علشان خاطر يواجه المشكلة ويعرف هي ليه اتعملت، ويعرف احنا بنعمل ايه وليه بنعمل كده، وازاي يخلي اللي احنا بنعمله يخدم المجتمع والبيزنس بتاعنا. انما اللي هيختفي فعلا هو المبرمج التقليدي اللي المجرد هو بيكتب اكواد فقط، واللي هيظهر هو مبرمج المستقبل، المبرمج اللي بيعرف يستخدم الذكاء الصناعي مع البرمجة مع حل المشكلات، ويعرف يدمج ما بين دوت كله. صدقني والله ما تخليش الاحباط يكون هو الدافع الوحيد ليك. فكر صح، فكر يعني ازاي فعلا آلة ممكن تكون هي اللي بتكون بتتحكم في دوت كله. لسه في عقل بشري، لسه محتاجين التنظيم. الشركات عايزة واحد يكون منظم فعلا، واحد بيعرف يستخدم الذكاء الصناعي مع حل المشكلات مع الكود. مثلا انت دلوقتي كتبت مثلا عايز تعمل مثلا برنامج بال HTML وعايز تنسقه بال CSS وتضيف عليه شوية حاجات بالجافا سكريبت. لو خليت شات جي بي تي يعمل لك الكلام ده، شات جي بي تي مش هيتأخر عنك وهيعمل لك الكلام دوت كله. ولكن تعالى بص في البرنامج هتلاقيه مش منظم وكله حاجات. مين بقى اللي هينظمه ويعدله وينسقه صح ويضيف عليه اكواد الذكاء الصناعي ما كانش ضايفها؟ هو الانسان. يبقى انا هنا خليت الذكاء الصناعي بس يساعدني، وانا برضو بعرف احل المشكلات. الشركات الكبيرة زي جوجل ومايكروسوفت واوبن اي اي استثمروا مليارات في الاي اي، والشركات الكبيرة اعتمدت على الاي اي عشان خاطر تطور من منتجاتها. اللي حصل في المقابل بقى، اللي حصل في المقابل ان الطلب على المبرمجين زاد بدل ما هو قل. بس المبرمج اللي بيعرف يحل مشكلة بيعرف يتعامل صح مع الذكاء الصناعي، مش بيكتب كود وخلاص. الخلاصة يا صاحبي عشان خاطر ما بقتش طولت عليك وهم كلمتين طالعين كده والله من القلب مش محضر لهم سكريبت. استغل الاي اي صح، اتعلم ازاي تستخدم الاي اي. مش مجرد ان انا اقول لك كده تقول خلاص انا هحمل كام اداة ذكاء اصطناعي عندي على الموبايل زي شات جي بي تي وجيميناي وغيرهم من الادوات. لا، اتعلم اصلا ازاي تستخدم الذكاء الصناعي، اتعلم ازاي تخلي الذكاء الاصطناعي اصلا يفهم دماغك. لان الذكاء الصناعي لو فهم دماغك هو هيعمل لك الحاجة اصلا اوتوماتيك. مجرد ما انت تقول له اعمل كذا، مش محتاج تقول له بالتوضيح الممل، لا هو فعلا هيفهم يعمل كذا. صدقني لو استغلت الاي اي صح والله انت اللي هيكون عليك الطرف في المستقبل. فنصيحتي ليك يعني هما كلمتين كده انا مش محضر لهم اي حاجة. استغل الذكاء الاصطناعي صح. لو استغلت فعلا الذكاء الاصطناعي احسن استغلال، صدقني والله انت مش هيبقى في منك اتنين حرفيا. بس استغل الذكاء الصناعي صح. وانا برضك هبقى اعمل فيديو كامل ازاي تستغل الذكاء الاصطناعي وازاي تخلي دماغك تتأقلم مع دماغه، ودوت اللي احنا هنعمله ان شاء الله باذن الله في فيديو منفصل. لو عندك اي رأي واي حاجة تقدر تشاركها لنا تحت في الكومنتات، وممكن نعمل فيديو عنها لو حاجة فعلا تستاهل يعني. وبس كده، ما تنسوش طبعا ايه الاشتراك، تضغط لايك لو عجبك الفيديو حاسس ان فعلا في قيمة انت طلعت منهم. وبس كده يا معلم، والسلام عليكم.